السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، ازيكم عاملين ايه؟ انا كنت فاكرة الاول ان ايه، ان انا لما اجيب 1000 افرح بقى بالدرع ومش عارفة ايه والكلام ده. اتاري هي 100,000. 100,000 ده كنت مت واتحسدت، ورايحة بقى افكر بقى ان انا ايه، اروح بقى اشوف الجنة ولا النار عشان اجيب 100,000. ده الألف 1020 قعدت فيه سنتين، امال 100,000 قعدت كام؟ انا قلت اهو يكون خلصت الدنيا والعمر خلص، ولسه الألف، لسه 100,000 ما جاش. فأنا بس دلوقتي ببتدي إن أنا أخليها زي فكاهة كده، أو زي أقعد معاكم، لكن أنا مش خلاص يعني أقول إيه كده، اللايك والشير والاشتراك، لا بقى مش عارفة إيه. لا دلوقتي مش، خلاص مش في دماغي، لأن عمري ما أعرف أجيب 100,000. أنا مش عارفة أجيب 100,000. 100,000 معرفش. المهم آه، عندي يعني واحدة في المستشفى بقالها أسبوعين كده، يعني اتجوزت ربنا يصلح حالها ودخلت، قامت خلصت يعني الأيامها، وجاية بتقول، فجاية يعني بنضحك وبنحكي كده، فبتقول لي مش هو ده. قلت لها إيه ده اللي مش هو ده؟ قالت لي مش هو ده اللي كان معايا وأنا مشبوكة، وأنا بخرج معاه، وأنا بروح عند أمه وبيجي عندنا، اتغير. قلت لها إزاي؟ قالت لي احنا لما كنا نشوف بعضينا كنا نفرح، كان بيفرح ان احنا قاعدين مع بعض، بيفرح ان انا اروح معاه عند امه، بيفرح ان انا دلوقتي انا قدامه عادي. قلت لها ما هو لازم يكون عادي. قالت لي ازاي لازم يكون عادي؟ وليه ما نخليش فرحتنا على طول زي ما هي؟ ليه ما يبقى اما يجي من الشغل يبقى فرحان ان هو جه، وقاعدين مع بعضينا وعايشين وهنتعشى ونعيش وكده يعني. قلت لها دي حاجه ودي حاجه. انت كنت الاول خطيبته، النهارده مراته، الزوجه غير الخطيبه. قالت لي طب انا احيي الخطيبه ما احييش الزوجه. قلت لها ازاي؟ قالت لي لا انا كنت مخطوبه كنت مبسوطه معاه وحباه وحببني، دلوقتي احنا بنبتدي ان احنا. قلت لها من 15 يوم بتبتدي ان احنا مش احنا، من 15 يوم. ده الناس بيقعدوا 15 سنه، 30 سنه، بل 50 سنه، يعني العمر بتاعت ربنا. قالت لي لا مش هو ده اللي معايا، ده بيجي من بره، يستحمى، ياكل، يقعد شويه قدام التلفزيون، النت، ينزل مع اصحابه، او ما اعرفش يروح فين، يجيني بالليل يتعشى وينام. قلت لها ما بيتكلمش معاكي؟ قالت لي لا 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 لا، ولو اتكلمت وليادي الغيره، الغيره هتشتغل. طب ما هي لما يادي الغيره هي بتحبك، يعني انا لما احب واحد اغير عليه. يعني ام كلثوم كانت تقول ايه؟ لكن اغير من اللي يحبك ويسون هواك. يعني ام كلثوم حتى يعني لما كانت بتحب واحد تكره اللي بيسون هواه، يعني اللي بيحبه، لكن اغير من اللي بيحبك ويسون هواك. فدي اي راجل خلقه ربنا، مش بتكلم عن واحد بس، يعني اما تلاقي مراتك بتحبك وخايفه عليك وحباك، زود الحب ده، ما تنقصوش. يعني ده حقها. ده مش معنى ان انا اتجوزت دخلت خلاص حياتي خلاص، يعني مش عارفه اقول ايه بقى. انتوا فاهمين اللي انا عايزه اقوله؟ لا ما بيبقاش كده. دي عيشه، ولسه بقى ناس بيبتدوا يقوموا بيت. حتى مش هقول لك اضحك عليها، لان مش يضحك عليها، لا، دي عيله فرحانه ببيتها، انت هتكرهها ببيتها. انا بقول لاي واحد يعني اللي هيتجوز جديد او اللي اتجوز جديد، مش معنى ان انت خلاص اتجوزت يبقى خلاص بقى، يعني لا، كنت عايز حاجه وخدتها خلاص. لا مش حاجه وخدتها، لا 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 لا.
دي حاجة وهتحطها. يعني ايه تحطها؟ تحط حياة، تحط عيشة، تحط مسؤولية، تحط بيت، تحبها اكتر، تحترمها اكتر، تشوفها ماشية ازاي في البيت، خرجت راحت فين، جت منين، جابت ايه، عملت ايه. انت وحشتيني، وانت في الشغل كده تروح رنن رنة، مش هتاخد حاجة. يعني انا اعرف واحدة كانت مخطوبة، كان يستخسر يرن عليها، كانت تقول له ما رنتش عليا ليه؟ اصل قاعد مع اصحابي، اصل كنت بكلم ابويا، اصل اصحابي قاعدين جنبي، مش وقته مش وقته. لما كرهته، هي بتقول لي كده، كرهته لان انا اديته اكتر من حقه. هي صديقتي بتقول لي اديته اكتر من حقه، اديته حب واهتمام ورعايه وصداقه وابن واخ. كان هو بالنسبه لي كل حاجه، وانا بالنسبه له ولا حاجه. لما صحيت وفهمت شلت نفسي. قلت لها شلتي نفسك ازاي؟ قالت لي سبته. قلت لها ممكن ترجعي له؟ لا. قالت لي لا. قلت لها طب لو اتعدل وقال لك انا بحبك وعايزك، حبك يمكن البعد خلاه يحبك. قالت لي طالما القرب ما خلاش يحبني يبقى البعد مش هيخليه. ليه هقرب تاني ونفس اللي جرى هو اللي جرى، مش عايزاه. قلت لها انت صح. قالت لي ده لما كان بيروح شغله تتصل بيه، انت فطرت، اشرب كوبايه شاي. آه يعني ده كان في شمس البس طاقيه، في شتاء البس شراب، حطي بطانيه. تقول لي، هي بتقول لي كده. قالت لي كنت بديله اهتمام اكتر من حقه، بس ده ما كانش اهتمام، ده كان حب. خايفه عليه. يا حبيبي البس الشراب وانت نايم، البس طاقية وانت نايم، حط بطانية من تحت، حط بطانية من فوق، اتدفى خد الكلام ده كله انه يلا يلا يلا، خلاص يلا يلا، مش مشكلة، مش مشكلة. سلام يا عنم. قامت بتقول لي يعني عايزة هو يكمل الجوازة ويجيب لها أوضة النوم وكده. فبتقول لي، قلت لها هيرجع تاني يعمل نفس اللي عمله لما يحس ان انت قربتي له تاني. خلاص قربي له، في غيره بقى او ما فيش غيره، مش مشكله خالص، مش مشكله خالص. بس كل واحد يراعي ربنا في اللي بياخدها. مش معنى انا خدت واحده، خدت كنبه في البيت ركنتها وخلاص. ده انا حياه وعيشه وبني ادمه، وخرجت من حته لحته عشان الاقي حب ورعايه وراجل و- ورعايه، ان هو بيراعيني، حاسه ان هو بيحبني، حاسه ان هو خايف عليا، حاسه ان هو بيغير عليا، مش انا اللي بغير عليه. لا 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 لا، لو انا اللي غيرت عليه هيتخنق. وكل حاجه غيره، ما هي لو بتكرهك مش هتغير عليه. ومن كتر ما انتوا بتعملوا كده بيكرهوكوا وما بيغيروش عليكم. بتقولي انا كنت بغير عليه، اللي هي خطيبته، اللي هي كانت مخطوبه. تقول لي كنت بغير عليه قوي، لو حتى كان بيتكلم في التليفون كنت ازعق له واتخانق معاه وازعل واتخانق. دلوقتي خلاص انا مالي، اتكلم ما تتكلمش، حب اتجوز انا مالي. خلاص عشت لحياتي انا، ما عشتش لزوج. هي بتقولي كده، ما عشتش لزوج ولا عشت لحياتي انا. هي بتبقى ايه، بتبقى مش عارفه قله اصل ولا كره ولا فاكرين ان الواحده مثلا لو حبت خلاص هتبقى ذليله. لا مش ذليله، ده المفروض البني ادم لما يحس ان حد بيحبه يراعي الحب ده، يصحصحه، يحييه. يعني انت كنت بتحبيني وانا مخطوبه،
تحبني وانا مخطوبه وكنت بتزوجي تيجي وتغير عليا مش عارفه ايه، بزوده اكتر، بحسسها بيها ان انت في دماغي، انت معايا، انت زوجتي، انت اهلي، انت امي، انت كل حاجه. ده المفروض. يا جماعه خراب البيت مش بالساهل. ليه؟ ليه تبقى بقالك 15 يوم وتتغير؟ يبقى انت كنت واخدها عشان حاجه معينه، مش واخدها عشان بيت او اسره او. طب ده كده يبقى إيه؟ اسمه ايه؟ اسمه قله ادب. والتانية والله كانت تقول له انت اتغديت، انت فطرت، انت نمت، انت لابس شراب وانت نايم. طب البس طاقية عشان بالليل والدنيا ساقعة. طب حط بطاقية. شوف بص الخيط قد ايه كانت في دماغها. دي تقول له طب ما اتصلتش ليه؟ يقول لها لو كنت صبرتي كنت هتصل. كانت خايبة بقى وعبيطة يعني، كانت عيلة صغيرة شاب لغاية دلوقتي هي صغيرة. إيه، ما لو كنت صبرت امال يعني كنت هتتصل امتى؟ الساعة 2 3 بالليل؟ اصل كان صحابي معايا، فلما مشيوا مش عايز يقول لا انا مش عايزه اتصل بيكي عشان انا ما بحبكيش. لا ما بيقولهاش كده عشان ما يصدمهاش، لا انا عايزه يصدمها. لما يصدمها تبعد، لما تبعد تعرف تعيش. يهزعل شويه، اتضايق شويه، ما اتضايق، ما ازعل، بس مش هموت من غيره. خلاص. حياتي ألقمت عليها، هي بتقول لي كده، حياتي ألقمت عليها وحبيت حياتي فاضية رايقة، لا في حد في دماغي، ولا حد اتصل ولا حد ما اتصلش ولا لا 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 لا. عشت لنفسي انا، لحياتي انا. قلت لها والله شاطره، شاطره وجدعه. فانا بقول ايه؟ يعني انا دلوقتي بشتغل من غير لايك واشتراك، لان الاشتراك عايزين 100,000 وانا اجيب منين 100,000؟ انا بقالي 3 سنين على 1000، استنى بقى كمان 50 سنه على ما يجيلي 100,000؟ يعني بس اشتغل كده بقى وخلاص حبا فيكو. بس 100,000 اجيبه منين؟ طب هم مثلا لما بيكونوا شباب واصحاب مع بعضيهم مش عارفه ايه بيعمل، لكن انا اصحابي معدوده يعني. عامله 1200 في سنتين، اما بقى 100,000 100 سنه، طب اجيب العمر منين؟ مش مشكله بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكل واحد متجوز يراعي مراته ويراعي بيته، يحسسها ان انا مش الا انتي. انا بفرح لما بكون قاعد معاكي حتى لو بالكذب، والله اكذبوا حتى لو بالكذب، بس راعيها. ما تحسسش ان انا بقالي 15 يوم وخلاص يعني انت فاهمين يعني الكلام ايه. خلاص كان حاجه خلاص. لا مش حاجه خلاص، دي اخر حاجه نفكر فيها. اخر حاجه احنا بنفكر نفتح البيت ازاي، نفكر نحوش ازاي، نفكر نخلف ازاي، نفكر البيت يمشي ازاي، التموين مش عارفه حاجات كتير. ده بيت. وبس نفكر في الحي ده بس، نفكر فيه، ما نفكرش بعد الا بعد كده. ده اخر حاجه نفكر فيها، ولازم تراعيها. اما صاحبتي اللي بتقول لي انا سبته من قسوته، يعني برضك تقول ام كلثوم كانت تقول لك من قسوتك وانت حبيبي. قاسي بس كان حبيبها، لما صحيت ما بقاش حبيبي كده. يلا اللايك عايزين 100,000 بقى، انا اجيب لهم من 100,000. يلا مع السلامه.